في حاجات بتحصل حوالينا محدش بيلاقي ليها تفسير، حاجات لما بتسمع عنها بتحس انك لوحدك مهما كان حواليك ناس. النهاردة انا جاي احكي لكم قصة حصلت بجد، مش خيال، مش فيلم، قصة ناس عاديين زي وزيك بس حياتهم اتقلبت لجحيم بسبب حاجة من عالم تاني. لو انت قلبك ضعيف ما انصحكش تكمل، لان اللي جاي مش بس مخيف، ده كمان حقيقي. قبل ما نبدأ قصة النهاردة هطلب منك طلبين. أول طلب هيكون طلب شخصي، عاوزك تدعي لأمي بالرحمة. وتاني طلب عاوزين نحضر الطقوس اللي متعودين عليها، سماعتك وقهوتك وجهاز علشان سهرتك. القصة بتاعت النهاردة حصلت في سنة 2017 في قرية صغيرة في جنوب مصر. القرية دي كان فيها بيت مهجور، كل اللي كان في القرية كانوا بيبعدوا عن البيت ده، ما حدش بيقرب منه نهائي. البيت كان معروف انه بيت مسكون، بس زي ما احنا عارفين اشاعات كتير بتتقال والناس ساعات بتخاف من الهوا. اللي حصل لمحمود، شاب من القاهرة حب يشتري ارض ويبني عليها مشروع صغير، ووقع في دماغه انه يشتري البيت ده علشان طبعا سعره كان مغري جدا. الناس هناك كلها حاولوا يحذروه، قالوا له بلاش البيت ده، ابعد عنه، البيت ده فيه لعنة. بس محمود ضحك وقال كلها شوية خرافات بتاعت فلاحين. اشترى البيت وبدأ يجهزه علشان يحوله لمزرعة صغيرة كان بيبات فيه ساعات كتير علشان يتابع العمال بنفسه. في البداية كل حاجة كانت طبيعية، بس بعد أول أسبوع الدنيا اتغيرت. محمود بدأ يسمع أصوات بالليل، أصوات خطوات تقيلة ماشية فوق السطح. في الأول قال ممكن تكون قطط أو حاجة، بس لما كان بيطلع يدور ما كانش بيلاقي حد. بعدها بيومين وهو قاعد بيراجع حساباته حس بحاجة بتعدي من وراه بسرعة، ولما لف ملقاش حاجة، بس حس بريحة بخور قديمة، ريحة بتخنق كأنها طالعة من زمن تاني. ومش بس كده، ده في يوم صحى من النوم على صوت حد بيخبط على الحيطة جنبه، خبط منتظم 3 دقات وبعدين يسكت، 3 دقات تاني وبعدها برضه بيسكت، وكان كل ما يقرب من الحيطة الصوت بيبعد عنه. محمود فكر انه بيتوهم، بس بدأ يحس انه مش لوحده، في حد بيشاركه المكان. قرر يجيب شيخ يقرأ قرآن في البيت. الشيخ اول ما دخل البيت وقف فجأة وقال له يا محمود، البيت ده مش للبني ادمين، البيت ده فيه عهد قديم معمول من 100 سنة ومربوط بالدم، وانت كده بتتحدى حاجة اكبر منك بكتير. محمود اتوتر شوية بس صمم يكمل. قال لنفسه انا هخاف من ايه، مفيش حاجة، كل اللي بيتقال ده كلام فاضي. بس الخوف الحقيقي بدأ بعدها بيومين. وهو نايم صحى على صوت صريخ عالي جدا، صوت ست بتصرخ بكل قوة جوه البيت. ولما جرى يدور عليها لقى أوضة كانت مقفولة بتتفتح لوحدها، الباب بيترزع والنور بيتطفى وبيولع لوحده. قرر يسيب البيت يومين يهدي أعصابه، بس لما رجع لقى ان في علامات محفورة على الحيطان، رموز غريبة ورسومات غريبة كأنها مكتوبة بمسامير، وجنب الرموز مكتوب كلمة واحدة: ارجع. محمود بصراحة بدأ يتعب نفسيا، بقى بيشوف كوابيس وكل يوم نفس الكابوس، حد بيجره من رجليه وهو نايم بيوقعه في فحرة سودة ملهاش نهاية. بس في الآخر لما خلاص فقد الأمل قرر يبيع البيت بأي تمن، بس طبعا مفيش حد عايز يشتري البيت ده. الناس قالوله اللي بيدخل هناك ما بيخرجش زي ما دخل. محمود في الوقت ده ساب كل حاجة وهرب، ساب البيت مقفول لحد النهاردة، وأهل القرية بيحلفوا إن لحد دلوقتي بالليل لو عديت من قدام البيت بتسمع صريخ عالي جدا وتحس بعيون بتراقبك من الشبابيك. في النهاية مفيش حد بيقدر يفسر الحاجات اللي بتحصل حوالينا، بس اللي احنا متأكدين منه إن في حاجات مكانها مش وسط البشر. لو انت مكان محمود كنت هتعمل ايه في الوقت ده؟ مستني رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش ما تقربوش من اللي ما يخصكوش، علشان ساعات الفضول بيكلفك حياتك.